البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. لعبة الحلاوة المفهومية دي قد دي ولا دي ولا دي ولا دي؟ أنا أقول دي. فرقها الواحدة من العم، ده العم سارح. لا ده العم هاري. كده طيرت الفرصة يا غشيم. أنا غصب عني. هطلعها من حباب عينيك يا كلوديا. مين؟ يا ده يدق ايه؟ يا خبر، ده الامبراطوريا. الإمبراطور من تأليف مديح دبش وإخراج مصطفى صادق. ارخي الستارة اللي فرحنا لحسن جيرانك تجرحنا يا غلبياني، ما تندقي بقى، جاتك دقة لما تكسر نافوخك. يا رب استعنت على بلاء الدنيا بالصبر. مين هو انت؟ يا فردوس انا في عرضك كفايه داء. الناس لا قادره تستريح ولا تنام. ناس مين دول بقى يا سي عباس؟ الحاج صابر اشتكى 1000 مرة من حكاية دق الهندي. يا شيخة خلي عندك شوية ذوق، الراجل قرب يطفش من البيت. ما يطفش ولا يغور في 60 داهية، له أول السكان ولا آخرهم. يطلع النهاردة 1000 من يأجرها بكرة. وليه بس؟ هو الراجل عمل لنا ايه؟ ذنبه يعني انه سكن تحتنا؟ كل واحد حر في بيته يا ستي، ما قلناش حاجة، بس الواحد يراعي جيرانه. بذمتك انت بتدق ايه في الهو؟ بدق ايه؟ بدق لك التحويجة. طب وهو ده وقته؟ نعم يا سي عباس. ما عندك طول النهار، ما يحلاش الدق الا ساعة العصر والناس نايمة في بيوتها. ايوه يا ده العادي، عشان الحق اعمل لك الصينية واوديها الفرن وتيجي سخنة على العشاء، ولا ايه يا سي عباس؟ لا ابدا، وانا اقدر اقول حاجة يا دوسة يا حبيبتي؟ نهايته امر لله. امال صبري فين؟ معرفش. ما تعرفيش ازاي؟ راح فين يعني؟ اهو عندك مرزوح في اوضته. ليه؟ حصل حاجة تاني؟ بقى اسمع بقى، انا الواد ده ما عدتش طايقاه، شوف لك حل معاه، انا قرفت منه من عيشته السودا. ليه بس يا دوسة؟ هو عمل لك ايه؟ ما انا لسه مصالحكم امبارح، لحقتوا تتخانقوا. هو ابنك فاكرني ايه يعني؟ خدامه في صلاة اللي خلفه ولا جاريه اشتريتوني بالمال؟ والكلام ده لازمته ايه بس يا دوسة؟ الواد مش عاجبه كلامي، طول النهار يشخط وينطر، مش مستحمل حد يلمس طرف مناخيره. ايه اللي حصل؟ احكي لي بس، احكي لي. النهارده الصبح قلت له يوصل لحد مبحبح يشتري لي رطل مفتقه وقيه لبان. ازاي اقول له الكلام ده؟ اتفتح فيا ما خلالي، وبقت الجيران واقفه في الشبابيك تتفرج. لا حول ولا قوه الا بالله. ما انا قلت لك يا فردوس بلاش تسخريه في المشاوير دي. نعم يا سي عباس. ليه يا اخويا على راسه ريشه؟ الولد كبر دلوقتي، ما بقاش زي زمان، ده طالب في الجامعه. طالب ايه يا اخويا؟ طالب على روحه يا ده العادي. سلامات يا سي طالب. اشمعنى يعني لما كنت متجوز نفوسه وكانت بتشيله الحلل للمبيض ما كانش بيقول لا؟ ولا هي كانت يعني على رجلها نقش الحنه؟ كان صغير في الحاره، النهارده كبر وبيتكسف من زمايله لما تبعتيه في المشاوير دي. افرضي حد شافه يودي وشه فيه. والنبي ايه؟ انت بتقويه عليا يا عباس؟ بقى حتة الواد المفحوص اللي لا طلع ولا نازل، ده لحم كتافه من فلوسي. وبعدين بقى ملوش لازمة الكلام ده. لا يا اخويا له لازمة ونص. ان ما كانش عاجبه يقضي مشاوير البيت يروح يدور له على بيت تاني يلمه. معلش يا فردوس، ده برضه زي ابني. نعم ابني؟ ليه يا اخويا؟ بقى انا اخلف واحد قد الشحط ده؟ فوق لنفسك يا سي عباس،
ده انا لسه ما كملتش 30. يا ستي احنا مش في السن. قال زي ابنك قال، لكن الحق عليا انا اللي قبلت اتجوز واحد عمره قد ابويا ومتجوز قبل 2 ومخلف. قطيعه تقطع دعيشه كده برضو يا فردوس، لكن ليك حق تعمل اكتر من كده. انا مش عايزه كتر كلام. الواد ده ما يقعدش معايا يعني ما يقعدش معايا. ها ايه رايك بقى؟ عذبني من الشيطان واستهدي بالله. انا هندهولك يعتذر لي. ايه يعتذر لي؟ وتطلع ايه كنتوا ده عشان يعتذر لي؟ صبري يا صبري، يا رب انت على القوي. شوف يا اخويا الواد سامع ابوه بينادي عليه ومش سائل. اسم الله على تربيتك يا صبري صبري. نعم يابا. دلوقتي بس اللي سمعت ولا الطرش كان في ودانك؟ ملوش لازمه الكلام ده يا فردوس. نعم 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 يا سي عباس، عاوز توري شطارتك قدام ابنك؟ عاوزني في حاجة يابا؟ يا ابني انت مزعلها ليه؟ ما هي قالت لك على كل حالة. ايوه قلت له، وانا هخاف منك ولا من طرطورك؟ ما عادش حد بيلبس طراطير يا خالتي فردوس. شايف الواد بيرد عليا ازاي يا عباس؟ ما تقوليش واد بقول لك. نعم نعم نعم، انت بتبجح فيا يا واد. بقول لك ما تقوليش واد، انت مالكيش كلام عليا. جرى ايه يا صبري؟ ايه جرى ايه يا صبري؟ والنبي ايه ما تقوم تطبطب عليه يا اخويا وتحايله، ما تخليه يتنطع وياخدني كفين على صداغي. دي مش طريقه تفاهم يا فردوس. انا كده، واللي مش عاجبه يشرب من البحر. يابا انا خارج من البيت يابا. اقعد هنا اسمع الكلام اللي هقوله لك. ما تسيبه يخرج، الباب يفوت جمل. بس المرجله بقى انك ما ترجعش تاني. روح دور على اللي يصرف عليك. انا ابويا هو اللي بيصرف عليا. ايه والنبي ايه؟ منين يا حسره؟ من الدكان اللي اتخرب ولا من العزبه اللي ورثها عن المرحوم جده؟ يا فردوس وطي صوتك، الجيران سامعين. خليهم يسمعونا علشان يعرفوا الغلب اللي انا عايشه فيه. مش عارفه الاقيها من راجل ولا من ابنه. عاجبك يابا الكلام ده يعني؟ وان ما كانش عاجبه هيعمل لي ايه؟ هيعلق لي المشنقه؟ روح يا اخويا شوف لك بيتي طويل. ابوك ما يقدرش يستغنى عني، انا اللي بصرف عليه ومخليه راجل في وسط الرجاله. انا بقول لك قدامه اهو مش من وراه. طب علشان خاطري اسكت يا فردوس. ادخل يا ابني دلوقتي على اوضتك. كده طيب يابا طيب. ليه بس الفضايح؟ زعلانة منك. ليه يا سهير؟ عشان كنت عيانة وراقدة في السرير بقالي 3 أيام، ما فكرتش تيجي تسأل على بنت عمك. كده؟ أنا بقى اللي زعلان منك يا ستي. ليه بقى؟ لأنك بتقولي تيجي تسأل على بنت عمك مش على خطيبتك. وبعدين معاك بقى يا صبري. اسمعي يا ستي، أولا سلامتك ألف سلامة ويا ريتني كنت أنا. بعد الشر. وثانيا امسك الخشب لان صحتك احسن من الاول بكتير خالص. وثالثا هو لسه في ثالثا؟ امال ما دي طريقه المحامين في الدفاع طبعا. يعني بتتمرن من دلوقتي؟ معلوم يا سياده القاضي. طب اتفضل كمل بقى دفاعك يا متر. ثالثا وده اهم ما في الموضوع، ان انا ما عدتش طايق عايش انا ومرات ابويا تحت سقف واحد يا سهير. برضه لسه الخناقات اياها؟ دي سلسلة لا تنتهي، عاملة زي حلقات القط والفار. هتقولي ما أنا عارفة طبعها. أمال ليه ماما ما بترضاش تزورها من بعد المرحوم بابا ما مات؟ والله لكم حق يا سهير، دي ست لسانها زي العقرب، ما تحبش حد في الدنيا أبدا، إذا ما لقيتش حد تتخانق معاه تتخانق مع روحها. يا ساتر. أهلا أهلا أهلا، إزيك يا صبري؟ أهلا بيك يا مرات عمي. لا مؤاخذة يا ابني، كنت بصلي المغرب. حرما. جمعا يا ابني إن شاء الله. إزاي أبوك يا حبيبي؟ زي ما هو. وازاي ست فردوس؟ الله لا يسلمها. اصلهم كانوا متخانقين مع بعض يا ماما. ليه يا ابني كفل الشر؟ لا ما دي حاجة على طول، عرض مستمر، نصطلح الصبح نتخانق العصر، نصطلح بالليل نتخانق الصبح. ما لو كان ابوك سمح كلام المرحوم اخوه ما كانش ده حاله دلوقتي يا ابني. خلاص بقى يا ماما، ما فيش لزوم للسيرة دي. نهايته كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه.
لما اروح اعمل لك القهوه يا ابني. خليك انت يا ماما اروح اعملها. لا 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 يا ستي، انا بحبها من ايد مرات عمي. تعيش يا ابني تعيش. اللي يشوفك ويشوف امرتك ما يصدقش انك ابن عباس المناديلي. ماما هو اللي يقول الحق يطلع من البلد، ده اللي ما فكر حتى يجي يعيد على مرات اخوه وبنت اخوه. والله لك حق يا مرات عمي، لك حق. البركه فيك يا صبري. علبة السكر في المطبخ يا سهير. لا يا ماما في البوفيه. ربنا ينتقم منك يا فردوس. انت زعلت من ماما يا صبري؟ لا وده معقول؟ للأسف كل اللي بتقوله مظبوط. اسمع بقى، لو اتأخرت تاني زي المرة دي أنا هخصمك يا صبري. والنبي تعذريني يا سهير، ده أنا في نار، أنا في جحيم. المهم إنك تاخد بالك من مذاكرتك. وهو ده جو الواحد يعرف يذاكر فيه يا سهير. ربنا معاك يا صبري، ربنا معاك. يا حبيبتي ما تغربيش بيتنا، دول 85 جنيه. نعم نعم نعم. انت فاكرني قاعدة على بنك ولا بجيب الفلوس من البحر؟ يا فردوس انت معاكي دلوقتي، لكن انا ما معيش. انجديني من الورطة اللي انا فيها ولا هروح في داهية. اعرف شغلك، انا مالي ومالك. وحياتك عندي هدفعهم لك. والنبي ايه، كنت تدفع ال 350 جنيه اللي بقالهم سنتين. ما انت عارفة البير وغطاء الدكان بيخسر عشان ما انتش فاضيله. انت بتعيريني دلوقتي، ما انت السبب. والنبي تتوكس. الله يسامحك، بس شوفي لي القرشين دول اعملي معروف. يا اخواتي يا اخواتي، انا هلاقيها منين ولا منين؟ ما تطلع عندك من الجامعه وتشغله معاه، خليه يشوف الدكان وينتبه له. عايز انا اطلع ابني من الجامعه وما يكملش تعليمه؟ مش احسن ما انت داير تشحت؟ هو انا دلوقتي ابقى بشحت منك؟ اخصى عليك يا فردوس. شوف اسمع بقى، انت بتتلكك على اي كلمه ولا ايه؟ بلاش يا اخويا، ما تقعدوش في الدكان، شوف له اي وظيفه يشتغلها ويساعدك. طيب نبقى نفكر في الحكايه دي بعدين. خلصيني دلوقتي من الورطه اللي انا فيها، ابوس ايديكي نجيني. كان من عينيا والله يا اخويا، لو احتكم على قرش كنت اديتك. طب اديني حاجه من صيغتي. نعم نعم نعم. عاوز تبيعني صيغتي كمان؟ اهو ده اللي ناقص. ايه اللي استفدته منك بقى يا سي عباس علشان ابيع لك صيغتي؟ بقى كده؟ لا ما استفدتيش حاجه يا فردوس. انا بيع حتتين الصيغه اللي مخلياهم للزمن. استاهل انا يا فردوس. بقى تضحك عليا وتديني شيك من غير رصيد؟ مش عيب عليك يا عباس؟ يا برع يا اخويا، انا كنت فاكر ان رصيدي في البنك هيغطي الشيك. معلش يا اخويا، اديني مهله اسبوع وانا سددت. مفيش كلام من ده، انت عارف يا الدفع يا الحبس. ابا انت كتبت شيك من غير رصيد يابا. ايوه يا صبري يا ابني، والمعلم برعي مش عاوز يديني مهله جمعه واحده بس. دي 3 مرة تعملها، والتجار سامحوك مرتين قبل كده، لكن لحد انا ولا مش كل الطير اللي بتاكل لحمه. عندك مهله لحد يومين، بعد كده هقدم الشيك للبوليس. ارجوك يا معلم برعي. وفر كلامك يا عباس. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والنبي يا سيد ابراهيم. ابا انت ازاي يابا تعمل الكلام ده يابا؟
اهو اللي حصل يا ابني. كنت فاكر ان هقدر اسددهم من تمن البضاعة، لكن ما قدرتش يابا، عشان كل يوم بتشرب بجنيه و2 سم ازرق، بتسحب من راس مالك وما انتش داري يابا. اعمل ايه دلوقتي يا صبري؟ اعمل ايه؟ فردوس ما رضيتش تسلفني ولا مليم. ما تروح لها وتحايلها يابا بكلمتين. دي قلبها ابيض يابا، مش كده ولا ايه؟ قلبها ابيض. دي قلبها اسود من الكحل يا ابني. جالك كلامي؟ كلتك لحم ورميتك عظم، بقى تحوش فلوسك من وراك وانت مش داري، واخرتها اديك شفت بنفسك ايه اخرتها. يا رب ما تفضحهاش بحق جاه النبي. حاول يابا تدبرها من هنا ولا من هنا. مقفله يا ابني من كل ناحيه، مش فاضل غير الحاج بسيوني. هوصل له يمكن يقدر يساعدني. ربنا يسهل يابا. انا من ناحيتي هحاول ادبر اي مبلغ من اصحابي على قد ما قدرتي. فيك الخير يا ابني، روح ربنا يفتحها في وشك. اللي على فكرة يا صبري. ايوه يا رشدي. انت ليه ما جيتش محاضرة المدني النهارده؟ والله صحيت متأخر، ما لحقتش اروح الكلية. يا اخويا هو ده بتهمه محاضرات؟ ده اجدع علم ما يستحملش قرايتين في ايده ولازم يطلع فيه بجيد جدا. دور الباقي علينا احنا، نحضر في محاضرات ونقرا ونمقق عينينا وفي الاخر ننجح بدرجة غور. ده كمان لو نجحنا يا سامي. جبت ملازم الاقتصاد يا صبري؟ اوه اخينا، انت سرحان في ايه يا ابني؟ انا لا ابدا ولا حاجه. بيقول لك جبت ملازم الاقتصاد؟ لا لسه. ده انت لازم تجيبها لان الدكتور بدأ يشرح في مشاكل التضخم المالي، ودي ما كنتش هتقراها اول باول هتيجي في الاخر وتحتاس. يا عمي ده صبري والاجر على الله، ما يتخافش عليه. لا والله يا جماعه انا السنه دي مش مستعد كويس. تغزي العين عنك، خايف لا نحسدك. يا راجل ده انت في حياتك ما دقتش طعم الملاحق. اظن ما انت خبير في الحكايه دي يا سام. ما تعيبش بقى يا اخي، ما تعيبش، خلي حد غيرك يتكلم. شهاب الدين يا اخي ابو من اخيه، خلي واحد زي صبري هو اللي يقول الكلام ده. الله، مالك يا صبري؟ قاعد مبوس كده ليه يا اخي؟ سامي أيوة. انا واقع في ورطه. ورطه؟ خير يا صبري، ورطه ايه؟ تقدر انت او رشدي تجيبوا لي 50 جنيه؟ لا ده انت لازم جسمك سخن، ما انتش طبيعي، جسمك سخن والله. والله انا بكلم جد. جد ايه ده يا ابني؟ 50 جنيه مرة واحدة؟ ليه؟ انت ناوي تشتري عمارة؟ وحياة ابوك بلاش هزار يا سامي. يا ابني ده لسه قبل ما تيجي اشترينا انا ورشدي 5 سجاير فرد عشان ما معناش نكمل 8 علبة. وهو خمني وخد 3 سجاير وساب لي سجارتين. ما انا مديهم لك في علبة يا اخي. هات العلبة وخد لك 5 من السيجارة دي. يا اخوانا ارجوكم بلاش هزار دلوقتي، انا بتكلم جد، واقع في ورطة عايز 50 جنيه. لازم بقى اجوزوك ومش لاقي اجرة المأذون. لا عليا فلوس ولازم اسددها ضروري. كده؟ اذا كان كده يا صبري انا اقدر اجيب لك 3 جنيه. انا لسه ما اشتريتش كتب الجنائي والمدني والشريعة، هروح اخد تمنهم من ابويا وادهم لك. 3 جنيه يعملوا ايه يا اخي؟ بقول لك 50 جنيه. طب ما تاخدهم من ابوك يا اخي، مش بتقول ان عمره ما اخر لك طلب؟ اصل انا بصراحة كده واخد منه يجي 30 جنيه لسه قريب، ما اقدرش اطلب منه تاني. انت بتودي الفلوس دي فين يا ولد؟ تكونش بتلعب قمار انت التاني، ما قلت لك قبل كده ان انا بتاجر مع جماعة قرايبي يا اخي. لازم بقى الورطة دي في التجارة بتاعتك. ايوه يا رشدي. والله يا صبري انا بقى يا ريت كان معايا، ما كنتش عايز عنك. سيبونا بقى من حكاية الفلوس دي وتعالوا نقرا لنا كلمتين. يلا يا اخويا يلا. انا مش هقدر اذاكر معاكم النهارده. الله، ليه؟ اصلي تعبان شوية ومتضايق من الحكاية دي. معلش ذاكروا انتوا وانا حابب اقرا اللي فاتني لوحدي. طيب عن اذنكم. طب ما تخليك قاعد معانا شوية. لا عشان ما اعطلكوش، انا كمان عايز ادبر حالي. سلام عليكم. عشرة 20 30 40 50. مظبوط يا صبري. الشيك بقى لو سمحت يا معلم براي. الشيك اهو يا ابني جاهز.
مش يعني بس لما نشرب القهوة؟ لا 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 كتر خيرك، انا عاوز الشيك عشان امشي بقى. ها اوعى تكون زعلت مني يا ابني، اصل التجارة ما فيهاش زعل. لا 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 ابدا، انت كتر خيرك، عملت اللي عليك واكتر كمان. اتفضل الشيك اهو يا ابني. وسلم لي على ابوك كتير وحياتي. يوصل ان شاء الله. مش قادر اصدق عينيا يا صبري. بقى انت تدفع لي الدين اللي عليا؟ وانا وانت ايه يابا؟ الهي يوسع رزقك، الهي ما يحرمني منك. روح يا ابني، ربنا يفتحها في وشك ويجعل التراب في ايدك دهب. ربنا يصلح لك الحال يابا ويهدي لك العاصي. من بقك لباب السما يا ابني. لكن ما قلت ليش انت جبت ال50 جنيه دول من ايه؟ ما قلت لك يابا، انا اصلي استلفتهم من جماعه اصحابي وحسددهم كل شهر. بس بلاش تجيب سيره لمراتك. ها اصحابك دول باين عليهم بيحبوك قوي. الناس لبعضها يابا بقى. وانا ان شاء الله هسددهم لك اول كل شهر في الميعاد علشان ما احرجكش معاهم. مش تعرفني بيهم علشان اشكرهم؟ لا 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 ملوش لزوم يابا، دي حاجات بيني وبينهم. المهم انت دلوقتي تلتفت للدكان وبلاش تسيب الشغل في ايد الصنايعيه، فاهم يابا؟ من غير ما تقول يا ابني، انا من هنا ورايح حتى الغدا هاكله في الدكان. اللي كانت في الدولاب. الله اسوره ايه دوسه لما تاخد اجلك انت وابنك. طلع الاسوره بالتي هي احسن لحسن، والنبي ومن نبى النبي اوديك في الحديد. قال يا فردوس، ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ كلام فارغ؟ نعم نعم نعم. خش في عب، خش يعملوها ويخيلوا. والله العظيم انا لا شفت الاسوره اللي بتتكلمي عنها ولا اعرف عنها اي حاجه. ليه فاكرني عبيطه ولا مضروبه على مخي؟ انت لسه من 3 ايام قايل لي بيع الصيغه بتاعتك علشان انا معذور. ايوه حاصل، لكن انت ما رضيتيش. ايه عشان كده سرقتها؟ والله لا بلغ عنك ان ما جبتها. يا ست عيب عليك الكلام ده يا فردوس. الله اقسم بالله العظيم 3 بالله العظيم انا ما شفت الاسوره دي ولا اعرف عنها حاجه. والنبي الكلام ده بقى تبقى تقوله في الاسم وقدام النيابه. الله انت بتتهميني؟ معرفش، انا هبلغ والبوليس هو اللي هيحقق. لازم يعرفوا الاسوره راحت فين. هي يا اخواتي هي هتطير من البيت ولا العفاريت طلعت من تحت الارض خدتها؟ تطير ايه وعفاريت ايه؟ دوري كويس يمكن تلاقيها منطوره هنا ولا هنا. ايه طب ما تقوم تدور انت يمكن تعرف مكانها. اخص على الرجاله وكهناها بقى تسرقني يا راجل وانا عايشه معاك تحت سقف واحد. مش جايز حرامي دخل البيت وسرقها؟ والحرامي يعني اشمعنى ما خدش غير الاسوره؟ ما كان يقدر يلم بقيه الحاجات. انا عارف بقى، اعملي اللي انت عايزاه، انا حلفتلك. ما دام ما انتش مصدقاني هعمل ايه كده؟ طيب والله لا انا عامله بلاغ في الاسم، والله لا اقلب الدنيا لغايه ما ترجع لي اسوارتي. لا يا حضرة الضابط ما تصدقوش، ده راجل كذاب. بقى اسمع يا سيدنا الافندي، انا بقالي 10 سنين سايغ وعمري ما اتخميت. الاسوره دي انت جيت بعتها لي اول امبارح وقبضت مني 72 جنيه. ايه رايك في الكلام ده يا صبري؟ انا ما حصلش مني حاجه زي دي. قول اللي انت عايزه، انا الحمد لله شاريها بتمنها. لكن ده هو اللي ادانا اوصافك بمجرد ما ظبطنا عنده الاسوره في المحل واتعرف عليك من وسط 10 تنفار في عمليه العرض. انا ما اعرفش حاجه. انا على كل حال خلصت نفسي. حضرة الضابط لما جه عندي وسألني على الاسوره قلت له على طول ان فيه واحد جه باع لي الاسوره دي. هو انا كنت اعرفك قبل كده؟ هي دي اسورتي يا حضرة الضابط، هي بعينها. اخص عليك يا خاين العيش والملح. بس يا ست انت بلاش كلام، خلينا نكمل المحضر. ما تتكلم يا ابني وتخلص الموضوع. انا ما عنديش اكتر من اللي قلته. التهمه لابساك يا صبري وما فيش اي لازمه للانكار. اعترف يا ابني علشان اعترافك ده جايز يخفف العقوبه عنك. اللي يعمله ربنا يكون. ده مستبيع يا حضرة الضابط، هو ده يهمه؟ التعليم قال
الرك على التربية يا ناقص التربية. حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم صبري عباس 3 شهور مع الشغل والنفاذ. صبري ابني حبيبي، ليه عملت كده يا ابني ليه؟ وبعدين بقى الصبري، انت من ساعة ما سكنت معايا في الزنزانة وانت شايل هموم الدنيا على دماغك. عاوز نعمل ايه يا معلم مرجوش؟ اضحك اغني؟ وماله، ما يضرش. بالذمة يا معلم، على الأقل تزيح الهم عن قلبك. عندك انا مثلا ايه اللي مصبرني على الحبس وبلاويه يا صبر افندي؟ والله ما انا عارف يا معلم مرجوش ايه اللي مصبرك. ضربها صارمة ولا بيهمني. الله جاب الله خد الله عليه العوض. بس ده لا اخد ولا عطا يا معلم، ده سجن. وماله، ما تفرقش كتير. مكتوب لك تقضي هنا قد كده والمكتوب على الجبين. لازم تشوف العين يا معلم. حلاوتك والنبي الصبر يا فندم، انا عاجبني فيك مخ. يا سلام، دي 3 مرة اخش السجن. عمري ما زميلت حد في الزنزانة بأمارتك دي. ربنا يديم المحبة. تعيش يا معلم تعيش. خد ولع سيجارة. كتر خيرك لسه طفيها. والحانة فيما يمكن، ما تكسفش ايدي. خد ولع، خلي الكلام يحلى. اخص عليك يا دنيا، اخص. صحيح مالكيش امان. مش بيقولوا في الامثال غدارة زمن مالك خل ولا صاحب؟ ده في الاغاني مش في الامثال يا معلم. يا سيدي انت تمسك لي على الواحدة، يعني غلطنا في البخاري امثال غناوي كله داش. اللي فاقعني يا معلم ان بعد ده كله ابويا مش راضي يسيبها ابدا. طب برضه لسه بتفكر في الحرباية دي؟ حد رماني هنا غيرها؟ تحب اخلي واحد من رجالتي يزورها؟ يزورها عشان ايه؟ دي ما تستاهلش حد يبص لها على الاقل. لا الصبري، يزورها يعني ولا مؤاخذة يشطب على اللي في البيت عندها كله. دي بالسين بتاعكم بقى. وبتقول سيم كمان يا ميت نجف على اللي مخاخ البرران. اللي عجبني فيك انك ما بتنساش اي كلمة اقولها قدامك. من جاور الام يا معلم. الله انا لو علم اني هقابلك يوم من الايام جوه السجن واكون انا بره، لازم اسلم نفسي للبوليس عشان يحبسوني معاك. للدرجة دي يا معلم مرجوش؟ بالك الصبري لما تطلع افراج بالسلامة مش ممكن اقعد يوم من غير ما اشوفك. الا مين عارف ساعتها تنسانا وتتكبر علينا. عيب يا معلم تقول الكلام ده، الله ده عيش وملح. امال لا وانت الصادق ده جرايه وعدس. الدور الثالث 207 في الزنازير. تمامات اشتغلت ها؟ ولا يهمك. يلا بينا ننام دلوقتي يا معلم، بدل ما نسمع لنا كلمة سخيفة من الشاويش اوراني ده. اعوذ بالله منه ومن سألته. تصبح على خير. وانت من اهله. تصبح على خير يا معلم، تصبح على خير. وانت من اهل الصبر. وادي يوم انقضى من عمر. تمام الدور الثالث 207 في الزنازير.
تعالي هنا. ازيك يا صبري؟ زي ما انت شايف الحمد لله. امال فين ابويا؟ كان جاي النهارده لكن ايه؟ مراته منعته طبعا. لا يا صبري لا، هو اصله تعبان شويه. تعبان عنده ايه؟ ولا حاجه، اصله هي من ساعه انت ما بعدت عنه يا صبري. مفيش لازمه تدافع عنه، انا فاهم كل حاجه. المهم انت ازيك يا سهير؟ الحمد لله الحمد لله يا صبري. ملوش لازمه العياط ده يا سهير دلوقتي ارجوك. لا انا مش بعيط. طب امسحي دموعك يلا. طيب امسحي دموعك يلا يا ست. ايوه كده زي ماما. بتسلم عليك قوي يا صبري. انا عارف انك زعلانه مني يا سهير، لكن انا عملت كده عشان انقذ ابويا. كان زمان هو اللي هيكون مطرحي هنا. مادام سجن انا استحمل عنه. انت انت مخلوق في الدنيا يا صبري. ده في نظرك انت بس، لكن في نظر الناس مجرم. ما تقولش كده. هو انا اللي بقول ده كل الناس اللي بتقول. خد بالك من نفسك. انا جايبه لك حاجه صغيره معايا يا صبري. وليه تتعبي نفسك؟ انت برضو عارف ان دي حاجه تتعبني. فيك الخير يا سهير. الزيارة خلاص. صبري. سهير اشوف وشك بالخير يا صبري. شد حيلك. مع السلامه يا سهير، مع السلامه. سلميني عليهم كلهم. مش عايز حاجه يا صبري. لا ابدا بس ذاكري كويس عشان تطلعي الاولى زي كل سنه. حاضر ما تخافش عليا، ما تخافش. مع السلامه. مع السلامه يا صبري. مع السلامه يا سهير. مع السلامه. بقالنا زمان محرومين من الحاجات الحلوة دي. الله تسلم ايديها، الفطيرة دي آخر جمال. تصور ان الحرباية ما رضيتش تخلي ابويا يجي يزورني. يا سلام مش معقول. يا سهير قالت لك كده؟ لا بس انا عارف طبعا. يا عم بقى ولا يهمك، ما تاكل يا اخي. ماليش نفس تاني. احنا ما صدقنا ان نفسك اتفتحت من اسبوع رجعت تسد تاني. خد سليكها بحته الفطيره دي. حياة ابوك تسكت يا معلم، مرجوش تسكت. الله انت اللي تسكت وتسمع كلام. ايه اللي يهمك انهم يقولك ولا ما يقولكش؟ اللي ما يسالش فينا ما نسالش فيه. وانا قلت لك بدل المره 1000 ان بيتي مفتوح لك، وانا مش ممكن اسيبك تعيش بعيد عني بره. احنا اخوات على الحلوه والمر. بس انا ما ينفعش اشتغل الشغلانه دي معاك يا معلم. فاشر قطع لسان اللي يقول كده. ولا مؤاخذه يعني، انا ما اقصدكش انت. عليا النعمه انت الضفر اللي تطيره من رجلك يفكر بمقام 10 من رجالتي. يا عم صل على النبي. 1000 صلاة على الزين. انا مش بجاملك دلوقتي الصبري، انا محتاج لك اكتر ما انت محتاج لي. انت شايف ان انا محتاج لك يا معلم؟ لا والله العظيم ما اقصد، دي فلتة لسان. ده انا اللي بحتاج لك عشان تساعدني في الشغل. تاخذنيش، انا راجل مش متعلم والغلط مردود برضه. انت قلبك ابيض يا معلم. يا سلام يا صبري، انا رقبتي فداك. شوف يا سيدي، الله على الجد والجد الله عليه. انت هتطلع معايا افراج بالسلامه في يوم واحد. واخدك معايا في المحمدي. تقعد معانا وتشوف كل حاجه بعينك. ان عجبك الشغل انا اللي كسبان، وما عجبكش يبقى كسبنا المعرفه. طيب سيبك من الحكايه دي دلوقتي يا معلم. تقدر تقول لي انت هتعمل ايه بعد ما تخرج؟ والله ما انا عارف، حتى الكليه زمانهم رفضوني منها. اظن ما هتروح تحفى عند الليس ولا مسواش عشان تتوظف ب10 15 جنيه. واذا اذا لقيت حد يقبل يشغلني كمان يبقى خلاص. قال ايه غرض لعمه؟ قالوا قفة عيون. بدل ما تقعد تتلطم عند الليس ولا مسواش تيجي معايا، وليك عليا خليك تعيش عيشه ما تحلمش بيها ولا في الخيال. طيب خلي الحكايه دي نفكر فيها بعدين يا معلم. انا واثق من كلامي ومتاكد انك هتوافقني. ولا ايه يا صبرا فندي؟ وانا مالي يا سي عباس؟ حد كان قال له يسرق؟ ما انت السبب يا فردوس. نعم. وانا كنت اعرف منين ان هو اللي سرق الاسويره؟ لو كان قال لي ما كنتش بلغت البوليس. اهو كلام. حضرت الاكل اللي هاخدوله معايا؟ ايوه جاهز اهو. ابقى سلم لي عليه من قلبك.
من قلبي بقى ولا من بقي؟ انت هتفتح لي محضر؟ بلاش، ما تسلمليش عليه. يا رب استعنت على بلاوي الدنيا بالصبر. صبري يابا. صبري ازيك يابا؟ انا سمعت انك كنت عيان يابا، صحيح الكلام ده ولا مراتك منعتك تيجي تزورني؟ انا كنت تعبان قوي يا ابني من ساعه انت ما بعدت عني. لا سلامتك يابا، سلامتك. سامحني يا صبري يا ابني، سامحني، انا اللي كنت السبب. ربنا يسامحنا كلنا يابا. بقى انت تعمل كل ده علشاني انا؟ يا ريتني كنت دخلت السجن بدالك ولا كان جرالك ده كله يا ابني. اسمع يابا والنبي، اذا حد من اصحابي سأل عليا يابا اوعى تقول له حاجه. لا يا ابني وده معقوله؟ على كل حال محدش من اصحابي يعرف بيتي، لكن اهو من باب الاحتياط اذا حد سألك قول لهم ان انا سافرت البلد عشان بتاجر هناك. ربنا يفك ضيقتك يا ابني ويبرد ناري. والست هانم عامله معاك ايه يابا؟ ما تجيبليش سيرتها، انا بكرهها كره العمى. انا عارف انك ما تقدرش تسيبها يابا. لا يا ابني، كلها كام شهر وتتعدل حالتي وادفع لها فلوس الكمبيالات اللي واخداها عليا وهطلقها بالثلاث. ملوش لزوم يابا، ملوش لزوم. انت محتاج لها دلوقتي اكتر من امبارح، على الاقل بتخدمك. انا مش طايق ابص في خلقتها يا ابني. معلش هي برضه مراتك. مش عاوز حاجه يا صبر يا ابني. عاوزك تاخد بالك من الدكان وتشد حيلك يابا. انا بعد المده الباقيه بالساعه علشان ترجع لي تاني. لا يابا، انا مش ممكن ارجع البيت ده تاني ابدا. ليه يا ابني؟ ده انا ابوك يا حبيبي. كل واحد يجري على اكل عيشه يابا. اذا كان على فردوس انا مستعد اطلقها من النهارده. كلام ايه ده يابا ده؟ وانا ارضى لك بالبهدله يعني؟ ومعقول تسيبك وانت واخد منها الفلوس دي كلها؟ يابا وشك بخير يا ابني، شد حيلك يا صبري. مع السلامه يابا، خد بالك من نفسك يابا. مع السلامه يابا. يعني خلاص كلام رجاله يا صبري؟ كلام رجاله يا معلم مرجوش. احنا طالعين افراج بعد اسبوع، رجلي على رجلي. تحت امرك يا معلم. عليا النعمه هنغنغك. هتلعب بالفلوس ليه؟ بس انت ما قلتليش حاجه عن الشغل اللي هشتغل. بصراحه صبري انا ما اكدبش عليك. انا فهمتك اني بشتغل مع 3 من رجالتي في الناشر. ايوه يا معلم. كل الكلام اللي قلته لك ده مش هو الحقيقه. الله، انساه يا صبري. يعني ما كنتش واثق فيا يا معلم ولا ايه؟ مش قصدي، بس الدنيا علمتني كده. الضحك اللي بضحكه قدامك ده والطيبه اللي بظهر بيها قدام السجانين دي كلها تمثيل في تمثيل. يعني ايه يا معلم؟ يعني دي حاجه كده لزوم الشغل. انا محدش هنا يعرف عني حاجه اكتر من اني نشاله بس. امال انت ايه يا معلم؟ انا حاجه تانية خالص. الله، مش فاهم. بكره تفهم كل حاجه. لما تيجي معايا بره هفهمك كل حاجه. بس على شرط ايه يا معلم؟ انت هتعرف كل سري، واللي امنه على سري لازم يحافظ عليه، واللي يخوني قول عليه يا رحمن يا رحيم. الله، يبقى انت لسه مش واثق فيا يا معلم بقى. بالعكس يا صبري، انا لو ما كنتش واثق فيك ما كنتش قبلت انك تشتغل معايا. بس انا احب اقول اللي ليا واللي عليا. عشان اللي اوله شر اخره نور. ولا يا صبري؟ مفهوم يا معلم. واول حاجه هبوح لك بسرها دلوقتي اسمي. اسمك ماله يا معلم؟ المرجوش ده اسمي الحقيقي اللي في السجن. هو ده المرجوش، هو ده الاسم اللي مكتوب في شهاده الميلاد. لكن بره انا اسمي غير كده. الله، امال اسمك ايه يا معلم؟ لما تيجي معايا هتعرف كل حاجه يا صبري. ما تستعجلش قوي كده، ما تستعجلش ابدا. عارف انك نبيه وتحب تعرف كل حاجه، لكن كل شيء وله اوقات.
الكبار؟ مين الكبار؟ المعلمين المجدع مجدع والرجالة رجالة حتة والامبراطور طور وكمان الامبراطور طور واللي يحب الامبراطور طور 1000 مرة 1000 مرة رقصني يا جدع رقصة يا جدع. المحمدي ورجالة المحمدي رجالة المحمدي والطالون والزينهم والجولي والمناطق كلها والامبراطور مليون مرة وألف نهار أبيض يا مزيكا. يا ألف حمد لله على السلامة يا امبراطور. الله يسلمك يا عتويل. يا سلام، ده المحمدي نور. المحمدي بس يا عتويل؟ المحمدي والجولي والطولون وزينهم وكل حتة في مصر. تعيش يا عتويل. انا ما عرفتكوش على الاخ. اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا بيك يا معلم. اهلا معلم عتويل، معلم ابضان، معلم عليش، رجالتي. تشرفنا يا معلمين، تشرفنا. الشرف لنا يا حضرة. يا مية مسا على العيون الكويسة. اهلا بيك يا استاذ. زميلنا الجديد في الشغل استاذ صبري. رياضة اهو. ايه في ايه يا عتويل؟ ولا حاجة يا امبراطور، بس انت لحقت تعرف حد؟ ده انت خارج بلاش ساعتين. ده كان زميلي في الحبس. بالجودة ان شاء الله. طب مش تقول لنا كده من الاول؟ عدم المؤاخذة، انا افتكرته اصل زبون جديد، قلت هو الامبراطور لحق يصطاد. بالاختصار كده صبري ده تقدره انه زي تمام. العفو يا معلم، لا مؤاخذة. العفو يا امبراطور. من بكره هينزل معايا عشان يعرف احوال الشغل، وانا هبقى فاهمه على العمليه اللي هيقوم بيها. لا دي حاجه جميله قوي يا امبراطور. الاستاذ بقى كان محبوس في ايه؟ انا من النهارده اسمه المعلم صبري. مفيش استاذ هنا. ايوه بس يعني ما قلتلناش حضرتك كنت محبوس في قضيه ايه يا معلم صبري؟ في قضيه سرقه. سرقة ايه كده بقى ان شاء الله؟ سرقه مساغ ومجوهرات ب20,000 جنيه. وخبير قديم في العمليات الكبيرة. تحبوا تعرفوا حاجة تانية عنه؟ لا كده كويس قوي. ما دام يبعد عننا يبقى خلاص. يبقى بقى هيشتغل عند المعلم عتويل. اشمعنى انا بقى يا بدار؟ الله، مش بيقول لك سرقة؟ ده اختصاصك. الراجل ماله مال الناس؟ ولا ماله مال الشحات؟ جرى ايه؟ انتوا هتقسموا الشغل على كيفكم؟ قول لهم يا امبراطور، قول لهم كل واحد عاوز يلزقها لي. عتويل، انا ما احبش اسمع كلام من ده. وانا قلت حاجه يا امبراطور؟ ما هم اللي بيقولوا. الظاهر ان المعلمين متضايقين مني يا امبراطور. لا صبري، انت زي تمام. مش عاوز كلام في الحكايه دي دلوقتي. فرقت الشربات على المعزيم معليش. ايوه يا امبراطور. ام غايب واقفه بره ومعاها الواد خطاف والولد برضه بيسقوا الشربات. كفايه كده دلوقتي. نطلع نسلم على المعازيم، وبكره الصبح هنتقابل ونقعد سوا. عاوز اشوف عملتوا ايه في غيابي. لا اطمن يا امبراطور، كل حاجه اخر قليسطه. انا ما صدقش الا لما اشوف بعيني يا عتويل. بينا دلوقتي نقعد مع المعازيم. يلا سلام يا جدع. جدعان الحتة 1000 مرة سلام علشانهم.
عجبتك السهرة دي يا معلم صبري؟ كفاية انت فيها يا امبراطور. الله، ده انت خطفت الاسم اهو. الله، واحنا ما نقدرش ابدا ننساه. امال ايه؟ مالك يا صبري؟ متضايق كده ليه؟ لا ابدا، بس متهيألي ان انا مش هقدر امشي معاكم في الطريق ده. يعني ايه؟ ما تخافش يا امبراطور، ما تخافش. بس انا اصلي من الصعب ان اتعلم الحاجات دي. انا مش جايبك عشان تتعلم، انا جايبك عشان تعلمني. العفو يا امبراطور، العفو. بس انا يعني زي ما انت عارف كده. لا يا صبري، المخ النور ده يقدر يفكر. يفكر في طرق جديدة للسرقة. اهو ده اللي انا جايبك عشانه. يعني افكر وبس، لكن ماليش دعوة بالتنفيذ. لا، مين قال الكلام ده؟ انت ترسم والرجالة تنفذ. انت من النهاردة مستشار الخصوصي. وعتويل رئيس اسم السرقة والنشل. مظبوط كده. وبضاي رئيس اسم النصب، وعليش مدير عام شؤون الشحاتة. يا سلام على ذكاوتك. من القعدة الصغيرة دي قدرت تفهم الفولة ومن زراعها. الله، ده احنا تربيتك يا امبراطور. الله، خد يا صبري، خد. ايه دول؟ خد، ما تكسفش ايدي بقى. خد. كام دول؟ الله 30 جنيه حتة واحدة. دول حلاوة خروجك النهاردة بالسلامة. بس أنا عاوز أقول لك كلمتين. نعم يا إمبراطور. فتح عينك كويس مع المعلمين اللي معانا، مش عاوزك تبان أقل منهم أحسن ياخدوك تحت درسهم. أنا فاهم كويس. وما يقدر على واحد سرق مجوهرات ب20,000 جنيه. ميعادنا بكرة الصبح. ادخل نام في اوضتك، ودايما تخلي الطبانجة دي معاك. كده. اوعى تسيبها بعيد عنك. لا يطمن. والله يا عال، يجيبوا واحد من بره ويعملوا مباشر علينا. الله يا ابني، جاب انت احسن يوم بتعرق فيه ب20 قاهية، التاني راجل بيخبط الخبطة ب20,000 مرة واحدة. انت بتصدق الكلام ده يا بضاي؟ مصدقوش ليه يا عطويل؟ مش الامبراطور هو اللي قال كده؟ بيني وبينكم الواد ده باين عليه هيغطي علينا كلنا. ليه بس عليه؟ ابن مدارس، الله متعلم، على الأقل يفهم أحسن مننا. النبي تتنيل انت وتسكت. خليك في الشحاتة بتاعتك وعشان عليك يا رب. لا ده ايه يا سعتويل يا بتاع فرقع واحدة من العام. الله، ده العم هارش. الله وبعدين بقى رجالة، الله ده مش وقت خناق كمان. طب انكتم بس عليش لخنوقك. يبقى بكرة لينا شطارتك قدام الامبراطور. هيروح عندك في المدرسة وامتحن الكركية. مين اللي قال لك كده عليش؟ أنا كنت سامعه بيقول للمعلم صبري وهم داخلين من الباب بعد السهرة ما خلص. أنا ما يهمنيش، كل صبياني جاهزين. دليل إن ما قال لك امتحنهم قدامك. أنا عامل حسابي لكل حاجة. لما أروح أنبع الواد خطاف والواد باردة عشان ينزلوا بكرة في السيدة، يمكن الأمبراطور ينزل يفتش. أنا عن نفسي صبياني كلهم جاهزين. أبواب الجوامع كلها مترشقة. إن شاء الله جامع لما يصلوا عليك فيه. جامع يا معلم عطوي. ايه لعب العيال ده يا عتويل؟ ايه مدرسة دي ولا طابونة؟ لا يا معلم، اصل الكامواد اللي انت امتحنتهم مخهم ظلم قوي. 7 صبيان، 7 كركية، بقالك 5 اشهر بتعلم فيهم ولغاية دلوقتي محدش عارف يلقط محفظة. هم لسه ما كملوش تعليم يا امبراطور. كل واحد على قد فهمه يا امبراطور. ده كلام فارغ. هات ال2 الصبيان اللي بتقولي عليهم اتعلموا. حاضر يا معلم حاضر. ولا داموس. نعم يا معلمي.
تعال قرب بوس على ايد الامبراطور. مش عايز حد يبوس على ايدي. تعال هنا. خدامك يا معلم. ده مش معلم، الله يخرب بيتك، ده الامبراطور. تعال يا ابني، تعال هنا، تعال ما تخافش، تعال. ما يخافش؟ يعني ايه ما يخافش يا معلم صبري؟ مؤاخذة بقى يا امبراطور، بس عشان الواد يعرف يجاوب على اسئلة الامتحان لازم يكون في حالة نفسية هادية. امال حالة نفسوية؟ الكلام ده في المدارس اللي بره يا معلم صبري، مش في مدارس النشالين. ولا نعمان يا امبراطور. قلم الحبر اسمه ايه؟ الصباع. والساعة؟ ترمس يا امبراطور. وتجيب جواني؟ جيب البنطلون ولا الزاكيتة؟ جيب البنطلون. الحساس. طب وجيب الزاكيتة؟ القلبة. شفت بقى يا امبراطور، مش قلتلك؟ كاتم انت. انكتمنا. فرق على الواحدة من العم اللي على يميني. مش ممكن يا امبراطور. ليه مش ممكن؟ ده العم هارش. عال. هات الزاكيتة والجراس عتويل. ده موس معايا بسرعة. حاضر يا معلم. انت قلت له ايه يا امبراطور؟ بقول له فرق على الواحدة من العم اللي على يميني، يعني انشل محفظة حضرتك. محفظتي انا؟ طب وما نشيلهاش ليه؟ قال لي مش ممكن، ده العم هارش، يعني من غير مؤاخذة، واخد بالك. يا صلاة النبي، يا صلاة النبي. او كده التعليم ولا بلاش؟ ثم ايه بقى حكاية الجاكيتة والجراس دي اللي راحوا يجيبوها؟ ده تمثال زي بتاع الترزية اللي بيعلقوا عليه الزاكيتات. هتتعلق عليه الزاكيت. وبعدين؟ الزاكيتة فيها جراس صغيرة، لازم الواد يطلع المحفظة من القلبة اللي هي تجيب الجواني. ها؟ لحقت تلقط الكلمة. احلى تربيتك بقى يا امبراطور. الله. لازم يطلع المحفظة من جيب الجواني من غير الجراس ما تدوق، وان دقت يبقى ساقط. براو عليك. وبعدين بمسك له الساعة عشان اشوفه هياخد زمن قد ايه. دي مهمة صحيح، دي كانت فايتاني دي. جاهزين يا امبراطور. الله، ده دهموس. فرق الواحدة من القلبة. عناية يا امبراطور. امخ ولا القط؟ انت حر زي ما عجبك. وجب. بيقول ايه ده؟ بيقول لا اقطع الجيب بالموس ولا اطلع المحفظة بايدي. اهي يا امبراطور. لا، حاجة حلوة قوي، اقل من 30 ثانية الواد ده هيبقى له مستقبل كويس. اديله باريزة عتويل. ربنا يطول عمرك يا امبراطور ويخليك لنا. انا مرضيتش اتقل عليه في الامتحان عشان خاطرك انت عتويل. عارف يا امبراطور، عارف. يا وانت عايز منه اكتر من كده كمان ولا ايه؟ لا، ده انت ما عندكش فكرة يا معلم صبري عن الامبراطور وامتحاناته. اسألنا انا. ايه يعني؟ في ايه تاني؟ ده لازم الواد من دول يشق ورقة عايمة على وش صينية مية من غير وش الورقة ما يتبال. يا سلام، للدرجة دي؟ امال انت فاكر ايه؟ ده الامبراطور والاجر على الله. ما تاخدنيش في دوكا يا عتويل. انا برد على المعلم صبري فيها حاجة دي. نتيجة الامتحان مش محصلة 10%. انا فاهم، شغل باظ في المدة اللي دخلت فيها انا السجن. ابدا يا امبراطور، ابدا. بعد جمعتين اعمل امتحان تاني للصبيان دول، اللي مش هينفع منهم نحوله على المعلم عليش يشتغل في الشحاتة. انا ما اقعدش اكل واشرب والبس على قلة فايدة. انا ما بنسمنش عجول ومواشي عتويل. مفهوم يا امبراطور، مفهوم. نبع على المعلم قبضاه يجي يقابلني النهارده بالليل، انا والمعلم صبري. انا قلت لك على الزيارة اللي انا رايحها. انت مصمم تروح لها؟ لازم برضه ما تجيش. وان قلبي مش مستريح للزيارة دي. استفدت عينيك كويس يا صبري. ما تخافش يا معلم، ما تخافش، انا واثق من نفسي. لا برضه مش عاوز حد يأثر عليك. بلاش النهارده عتويل. امال اقول له يجي لحضرتك امتى يا امبراطور؟ بكره الصبح يمر عليا عشان هنزل افتش على المناطق بتاعته هو المعلم ليش. مش قادرة اصدق عينيا يا صبري. ده انت وحشتيني قوي. انت اللي وحشتني قوي. امال مامتك ما جاتش ليه تسلم عليا؟ ماما افتكر انها في المطبخ، زمانها جايه. تكونش متضايقه ان جيت ازوركم؟ لا ابدا، لا. ودي معقول يا صبري؟ الحمد لله على السلامه يا صبري. الله يسلمك يا مرات عمي. ازاي صحتك؟ الحمد لله الحمد لله. وانتم ازيكم؟ والله مشغولين. خير ان شاء الله خير. اصل سهير جالها عريس. ماما ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ جرى ايه يا سهير؟ ماله محسن؟ شاب مؤدب ومستقيم، خريج جامعه، نضيف. ارجوك يا ماما، ملوش لزوم الكلام ده خالص. وانت ليه ما توافقيش يا سهير؟ كمان انت يا صبري؟ وحد يرضى يزعل ماما؟ متهيألي مفيش لزوم لزياراتك الكتيره عندنا في البيت. ماما ده كتير خالص يا ماما، ارجوكي اسكت يا سهير.
انت لازم تعرف ان سهير لما احب اجوزها لازم اجوزها لواحد عنده شهاده، وما يصحش انك تيجي كل يوم والتاني عندنا في البيت. انت عارف الناس وكلامها. مش هتشوفي وشي بعد النهارده. مش للدرجه دي، انا ما بقولش ما تجيش. صبري انت مش قادر تفهم حاجه يا صبري. لا ابدا، انا فهمت كل حاجه كويس قوي يا سهير. سلام عليكم، ومتشكر ان كنتم رضيتوا تستقبلوني في بيتكم. ليه كده يا ماما؟ ليه تعملي كده؟ انا ما احبش واحد له صاوي زي ده. انا عندي تقعدي في البيت احسن ما اديكي لواحد خريج سجن مصر. الإمبراطور من تأليف مديح دبش. الإمبراطور تمثيلية من إخراج مصطفى صادق. غدا نلتقي مع الجزء الثاني، مع تحيات داليا رشدي.